الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. لسه بنكتشف معاكم الأبراج المحيرة، واتكلمنا عن 4 أبراج منهم، وهم الحوت حمل، والحمل طور، والطور جوزاء، والجوزاء سرطان. وعرفنا إنهم أشخاص مختلفة جدا ومميزة. النهاردة معادنا مع البرج الخامس وهو السرطان أسد، ودول الناس اللي بيتولدوا يوم 20 21 و22 يوليو. ده بقى الزغلول الكبير، البرنس اللي محدش يقدر عليه ولا يقدر يغلبه. ليه بقى؟ هقولك ليه، بس ركز معايا في كل التفاصيل وما تفوتش ولا كلمة، لأن كل اللي جاي مهم جدا ومحتاج إنك تبقى مركز معايا كويس قوي. الشخص ده بينتمي لبرجين، مش بس هيأثروا على صفاته ويخلوه شخص مميز ويحتار الناس معاه، لأ، ده هو كمان هيحتار مع نفسه لدرجة تخليه يبقى محتار ويقول لنفسه: هو أنا بنتمي لأنهي برج؟ الحقيقة أنا مش قادر أحدد. وده ليه بقى؟ عشان الأسباب اللي هقولك عليها. استنى معايا وما تروحش في أي حتة. هات بقى كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك وتعالى اقعد كده معايا وركز قوي، لأن اللي جاي كلام كبير وهيحتاج منك تركيز كتير. بص يا سيدي، الشخص ده بيجمع بين صفات برجين، وهما زي ما قلت السرطان والأسد. وخليني أقولك الأول إيه هي صفات البرجين دول عشان تعرف التركيبة دي جاية منين. نبتدي بصفات برج السرطان، وزي ما قلنا عنه قبل كده هو شخص ذكي جدا ولماح قوي، وعنده كاريزما مش موجودة عند حد غيره. ناجح جدا ومركز في كل التفاصيل، يعني خلي بالك وانت بتتعامل معاه، لأنه بيقرأ تفاصيلك وتفاصيل وشك، وبيعرف يقرأ بين السطور. أما صاحب برج الأسد فهو ملك الذكاء وحب السيطرة، وبيحب يتملك كل شيء، بيحب الظهور وعايز يحس دايما إنه مركز الكون، لازم يحس إنه الملك، ويمشي يقول: يا أرض تهدي ما عليكي أدي. عنده سنة غرور وثقة في النفس زيادة حبتين 3، بس والله على قد كده قلبه أبيض وطيب جدا. أما عيوبه فهتلاقيها عكس بعض. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أنت عايزة تلخبطينا وخلاص ولا إيه؟ لأ، استنى بس، اصبر عليا، أنا هقولك إزاي. لما تحس إن هو مغرور ومتواضع، عامل جدا وعاطفي، قائد ومتقاد، يعني بيلعب دور الموظف والمدير في نفس ذات الوقت. والله زي ما بقولك كده، ما تستغربش، لسه اللي جاي أتقل. لما تتكلم معاه تحس إنه مفتري وغلبان قوي وضعيف، يسمع كلامك وياخد بنصيحتك ويركز فيها قوي، وساعات كتير تحس إن صوته من دماغه وما بيسمعش كلام حد ولا بياخد بنصيحة حد. في حتة المشاعر بقى هيخليك تشد في شعرك من كتر ما انت محتار في شخصيته. ازاي يعيط على مشهد فراق في فيلم عاطفي، وازاي يقدر يجرح مشاعر اللي قدامه لمجرد بس انه فكر يزعله. في وقت هتلاقيه متسامح قوي، وشوية تلاقيه انتقامي وما يسيبش حقه مهما طال الزمن. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا، هو بيحوش، يعني بيفضل يشيل كده ويرقد لحد ما يجي الوقت المناسب، وتبقى مستغرب هو عمل معاك التصرف ده ليه، ولما تعاتبه يقولك: انت اللي ابتديت والبادي أظلم. فاكر الموقف الفلاني اللي عملت فيه كذا وكذا وكذا؟ أنا حبيت بس أعيشك نفس الموقف عشان تعرف انت جرحتني قد ايه.
كمان هتلاقيه كسلان شوية وما يحبش يعمل مجهود كتير ويريح نفسه على قد ما يقدر، والصفة دي واخدها من البرجين، بس طبعا من برج الأسد أكتر. ده الكينج يا معلم، يعني قاعد في عرينه والكل بيخدم عليه. نسيت أقولك حاجة مهمة جدا، هو قماص قوي وروحه في مناخيره وكرامته عاملة زي القطر القشاش، واخدة في وشها وما بتقفش في محطة. عشان كده خلي بالك وانت بتتعامل معاه، لأن لحد كرامته وكل شيء في الدنيا هيهون عليه حتى لو انت متربع جوه عرش قلبه. أما مميزاته ما تعدش لأنها كتير جدا، جدع قوي وصاحب صاحبه، صريح بزيادة، وهيبقى ظهر وسند، ولما تحتاج له هتلاقيه يقف جنبك بكل قوته، ومش هيسيبك غير لما يطمن عليك ويوصلك لبر الأمان. عيلته هي حياته ويفديها بعمره، شاغلين كل وقته وتفكيره وواخدين مساحة من حياته كبيرة جدا. يفضل يدور على كل اللي يساعدهم ويفرح قلوبهم ويضحي عشانهم بكل شيء وكل اللي يقدر عليه في سبيل إنهم يبقوا سعداء ومبسوطين. وصلنا لكواكب الحكمة، والشخص ده بيحكمه حاجتين عكس بعض، الشمس والقمر. الشمس اللي بتحكم برج الأسد، والقمر اللي بيحكم برج السرطان. يعني شخص طاقة نور ونار، حب وغضب، برد ودفى، خير وشر. أما العناصر فبيجمع بين عنصرين، النار والمية. النار من برج الأسد لأنه برج ناري، والمية من برج السرطان لأنه برج مائي. تفتكر شخص عنده العنصرين اللي عكس بعض دول هيبقى عامل ازاي؟ بذمتك مش هتحتار معاه وتسهر بالليالي تعد النجوم وتفكر في التركيبة العجيبة دي جاية منين؟ بس لازم نكون منصفين ونقول إنه شخصية بجد مختلفة، مميز جدا، شعلة ذكاء وحيوية، حب وحنان، طاقة حنية ملهاش حدود، طموحه ملوش سقف ومفيش حاجة تقدر توقفه أو تقف قصاده. عنده تصميم من حديد وقوة إرادة فولاذية، صعب جدا إنه يتكسر أو يستسلم للظروف مهما كانت قاسية عليه، لأنه حاطط هدف قدام عينيه هيوصل له مهما كان التمن. كده احنا خلصنا كلام عن البرج المحير بتاع النهاردة، والحلقة الجاية هنكمل السلسلة بتاعتنا اللي محدش اتكلم عنها قبلنا، ونتكلم عن برج تاني برضو بيحير الناس معاه ونحلل شخصيته. استنونا في الحلقة الجاية، هتوحشوني.